تهليمات غامضة، شدة تهليمات غامضة، عروبي همزة حامضة، عروبي همزة حامضة، شدة تهليمات غامضة، عروبي همزة حامضة. ما لقينا له ثمن وعايش في أمريكان، ما لقينا له ثمن وعايش في أمريكان. قال لكم سي شفيق هادوك تهليمات، خوهم في البريد واشربوهم على الريق. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا. الأستاذ محمد أغناج صديق فيسبوكي أعتز بصداقته، ولكن علاش؟ لأنه محامي بهيئة الدار البيضاء، وواحد من أبرز المحاميين اللي متطوعين للدفاع عن المعتقلين السياسيين للحراك المغربي بالريف. نقطة، رجعوا للسطر. كانت عندنا الصفحة ديال رصد المغربية في نسختها الأولى اللي كان فيها ما يزيد على 4,700,000 معجب. تم الهجوم عليها من طرف الميليشيات الإلكترونية للنظام، وتم التبليغ على الصفحة وتسدات. نشأنا صفحة أخرى حتى هي رصد المغربية، دابا كيتراوح العدد المعجبين بها يناهز 732,000 معجب. حتى هي دابا تيتم التبليغ عليها باش تسد. اوكي، شنو هي المناسبة ديال هذا الكلام هذا؟ المناسبة هي انه الحد اللي فات، وبالضبط 6 غشت 2017، تم اعتقال واحد من الادمينات ديال صفحة رصد المغربية وديال الموقع الالكتروني ديال رصد ماروك، اللي هو السي عبد الكبير الحر بمراكش. ايام قليلة قبل العراسية ديالو كان ناوي يبرز في العمارية، صدقوا برزوه في الفارغونيط. من بعد اعتقلوا سي ادمين اخر اللي هو السي عمر اغبين، ودابا جاريه الامور على اساس ان يعتقلوا ادمينات اخرين ديال صفحه الرصد المغربيه. اوكي، التهمه طبعا هي الارهاب، الاشاده بالارهاب وتحريض الناس على العصيان. مزيان، هادشي كلشي مزيان. الاسم ديالي هو شفيق العمراني. رقم البطاقة الوطنية ومعلومات أخرى موجودة في الصفحة الرسمية ديالي ولا في الحساب الرسمي ديالي على الفيسبوك لمزيد من المعلومات. ملقب بالعروبي في ميريكان. نبغي نقول بأنني أصرح وأعترف وأنا في كامل قواي العقلية، ولست تحت تهديد أي جهة من الجهات، ولست تحت أي ضغط وأي تعذيب سواء معنوي أو جسدي. والدليل هو أنني كنصور في داري مزيان بخير، ما كلي ندور كاع الكاميرا تشوفوا بأن ما كاين حتى شي واحد في الجهة الأخرى ديال هذا البيت اللي كنصور فيه هذا الفيديو. بمعنى ما كاين حتى شي ضغوطات. ودليل آخر هو الابتسامة، بمعنى أنا أعترف بدون ضغوط، أعترف وأصرح.
أصرح بما يلي: أنه منذ اليوم الأول لإنشاء صفحة رصد المغربية والموقع الرسمي ديال رصد ماروك، وكان الاتفاق على أساس أن الإنسان الوحيد والوحيد فقط اللي يتحمل المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية ديال كل ما ينشر على الصفحة وعلى الموقع هو هذا العبد الضعيف الماثل أمامكم. والناس اللي تعتقلوا دابا السي عبد الكبير الحر والسي عمر أغبين هما دي زادمين اللي المهمة ديالهم تنحصر في مهام تقنية محضة. المهمات ديالهم مهمات تقنية محضة ولا مسؤولية لهم في كل ما ينشر. كاين بزاف ديال لي زادمين معنا في الصفحة وفي الموقع اللي كاين البعض منهم اللي مكلف باسترجاع الصفحة أو استرجاع الموقع إلى تم القرصنة ديالو وتم القرصنة مرارا وتكرارا، وكاين مسؤوليات أخرى اللي عندها علاقة بكل ما هو تقني. أما كما قلت وأعاود الكرة أن المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية اللي كيتحملها هو هذا العبد الماثل أمامكم اللي الاسم ديالي شفيق العمراني. أنا هو اللي كنتحمل المسؤولية كاملة على كل ما ينشر في صفحة رصد المغربية وفي الموقع الإلكتروني ديال رصد ماروك. كما قلت كنقول هذا الكلام وأنا في كامل قوايا العقلية والجسدية، ولست تحت تأثير أي تهديد كيفما كان نوعه. تنقول هذا الكلام باش يتعتبر كوثيقة بالصوت والصورة لتبرئة لي زادمين اللي تشدوا السي عبد الكبير الحر والسي عمر أغبين ولي زادمين اللي غادي يتشدوا من بعد. هذا تعتبر وثيقة لتبرئة الناس اللي كتشدهم السلطات. طبعا هاد الشدان ما جاش اعتباطيا، التوقيت ديالو تختار بعناية فائقة. علاش؟ لحقاش صفحة رصد المغربية كانت من المهمات ديالها اللي خدات على العاتق ديالها هي تسليط الضوء على كل الفواجع اللي تعيشها البسطاء والبؤساء في مغربنا الحبيب. وصفحة رصد المغربية كانت واحدة من بزاف ديال الصفحات اللي دعمات الحراك المغربي في الريف بواحد الشكل كبير بزاف، وكانت الضريبة ديال هاد الدعم هذا هو هاد الاعتقالات. والدولة غادا في هاد الإطار ديال تكميم الأفواه، غادا في هاد الإطار ديال أن نوليو كنعيشو في واحد البلاد اللي غتولي سميتها مملكة الصمت، مملكة الرعب. تم الاعتقال ديال السي ربيع الأبلق اللي هو المراسل ديال الموقع بديل انفو، تم الاعتقال ديال رئيس تحرير ومدير ديال الموقع ديال بديل انفو. علاش؟ لحقاش الموقع ديال بديل كان تقريبا المهم كان من بين المواقع الجريئة والحرة والمستقلة اللي دافعات بشكل رهيب جدا على الحراك المغربي في الريف. والصفحة رصد المغربية حتى هي كانت من بين الصفحات اللي دافعات وما زالت تدافع على الحراك المغربي في الريف بكل جرأة وبكل حيادية. خدينا على عاتقنا منذ تأسيس صفحة رصد المغربية والموقع ديال رصد ماروك على أساس أننا نتخاطبوا مع الشباب في المغرب ومع جميع الفئات العمرية، نتخاطبوا معهم باللغة ديال الشعب، تنحاولوا ما أمكن أننا نتكلموا معهم بالدارجة. علاش؟ لحقاش المثقف عندنا في المغرب تيتكلم بعربية فصحى أو لا تيتكلم فرنسية اللي ما تفهمهاش السواد الأعظم، حتى القاريين ما تفهموش، فما بالك بالناس اللي ما قاريينش. ولذلك
خدينا على عاتقنا اننا نتكلموا بلغه بسيطه جدا بدارجه باش نوصلوا داك الشيء. وصفحه رصد المغربيه كانت واحده من بين الصفحات اللي ساهمت بشكل كبير بزاف في زياده الوعي السياسي عند شريحه كبيره ديال المغاربه. اذا الضريبه حنا تنشوفوها، الضريبه هي تكميم الافواه، تهمه ثقيله جدا. اذا فاش تجي هذا الاعتراف ما يجيش شي واحد ويبدا يقول بان قول كلمه الحق في اليوتيوب ما عندهاش الضريبه. لا، عندها ضريبه. هذا اللي تيتكلم معاك راه تيعترف بانه هو المسؤول على هاد التهم. شنو هي التهم؟ التهم هو الارهاب، تهمه خطيره جدا. ما كاينش شي واحد فوق الكره الارضيه اللي يقدر يتبنى ويتحمل المسؤوليه ديال تهمه ثقيله من هذا النوع. هذا تهمه ديال الارهاب خطير جدا. عرفت شنو هي الارهاب؟ وحنا تنعرفوا بان السلطات في المغرب وحتى الاجهزه الاستخباراتيه في المغرب تتنسق على اعلى مستوى مع الاجهزه الاستخباراتيه في امريكا. اذا الا كان الاجهزه الاستخباراتيه والسلطات العليا في المغرب استطاعت بجهد بسيط انها تضغط على اجهزه اوروبيه بانها تسلم لها شخص بتهمه ديال ترويج المخدرات، فما بالك بتهمه ديال الارهاب. تهمه خطيره جدا جدا، والماثل امامكم تيعترف بهذه التهمه. ولكن مزيان ان تنويرا للراي العام المراكشي، لحقاش السي عبد الكبير الحر من مراكش، وتنويرا للراي العام المغربي والراي العام الدولي، اين يتجلى هذا الارهاب؟ الارهاب يا ساده هو ان صفحه رصد المغربيه في نسختها الاولى اللي كان عدد المعجبين بها كيتجاوز 4,780,000 عضو، تم اختراقها من طرف الميليشيات الاستخباراتيه المغربيه، وتم نشر فيديو لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. ونشروا هذا الفيديو وتم التبليغ على الصفحة عند الفيسبوك على أساس أنها تتروج للإرهاب، وفعلا تم إغلاق الصفحة. وعاودوا الكرة عاوتاني مؤخرا عاوتاني اخترقوا الصفحة ونشروا فيديو حماسي ديال كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. وتم التبليغ وباقي جاري التبليغ، وخا من أجل باش يسدوا الصفحة. ولكن هذه المرة اختار النظام على أساس أنه تسد الصفحة اللي باقا مفتوحة لحد الآن، وفي نفس الوقت تستغل هذه الفرصة لتصفية الحسابات. علاش؟ باش ما يبقى حتى شي صوت عندنا في المغرب اللي تدافع على الحراك الشعبي في الريف وفي المغرب بصفة عامة. اوكي، لنفترض جدلا ان حنا اللي نشرنا الفيديو الحماسي ديال كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. واش حركة المقاومة الفلسطينية حماس واش منظمة إرهابية؟ للإجابة على هذا السؤال يكفي الإشارة أن مجموعة من الكوادر ديال حركة المقاومة الفلسطينية حماس كتزور المغرب بانتظام، كتدخل وكتخرج من المطار الدولي ديال الدار البيضاء ديال محمد الخامس في الدار البيضاء، تدخل وتخرج بكل حرية كوادر. الأكثر من هذا أن رئيس المجلس، رئيس المكتب السياسي ديال حركة حماس اسماعيل هانية مؤخرا في 26 يوليو 2017 أرسل رسالة
لمحمد السادس، وتنشرات في مواقع إلكترونية مغربية ودولية. أرسل رسالة لمحمد السادس على أساس أنه هو رئيس لجنة القدس. الأكثر من هذا أن رئيس المكتب السياسي السابق اللي هو خالد مشعل زار المغرب في 2012، وفي احتفاليه في مؤتمر ديال الحزب اللي كيترأس الحكومة الحالية اللي هو حزب العدالة والتنمية، وتم استقباله استقبال الملوك في المغرب، واستقبلته حتى حركة التوحيد والإصلاح في حفل بهيج مازال منشور في اليوتيوب، اللي بغى يطلع عليه، واللي بغى يطلع حتى على الاستقبال الملكي اللي دار الرئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل. إذن إلا كانت الحركة ديال حماس ماشي منظمة إرهابية، فطبيعي جدا أن الجناح العسكري ديالو حتى هو ماشي منظمة إرهابية. إلا كان الجناح العسكري لحركة حماس منظمة إرهابية، فبالتأكيد أن المنظرين والسياسيين ديال هذه الحركة حتى هما غادي يكونوا إرهابيين. هذا الكلام قلناه للتوضيح، طبعا التوضيح وتنوير الرأي العام المحلي المغربي والرأي العام الدولي. وأنا راح تحت الإشارة لأي وثيقة يمكن يرسلها لي الأستاذ المحامي السي محمد أغناج لإثبات هذا الكلام اللي تنقول بالوثائق. ما عندي حتى شي إشكال، لأن الأستاذ سي محمد أغناج كيتبنى هو الآن في هيئة الدفاع ديال السي عبد الكبير الحر، ولذلك ذكرت الكلام ديالو في الأول. هادشي ما كان. علاش قلنا هاد الكلام وعلاش تنأكد عليه؟ لأن لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. لا يعقل إطلاقا بأن الأبرياء يكونوا في السجون وواحد تيصرح بالصوت وبالصورة على أنه هو المسؤول. التهمة هذه ديال الإرهاب حيدناها. التهمة ديال التحريض، أنا عندي فيديو في اليوتيوب حرضت الناس على أساس أنهم يخرجوا في مسيرات في يوم عيد العرش للمطالبة بحقوقهم الشرعية والقانونية. يا كان عمس. وتم النشر ديال الفيديو ديالي في صفحة رصد. إذن من المسؤول على التحريض؟ أنا ولا وحدين أخرين؟ حررت على الخروج في عيد العرش. راه خرجوا المغاربة في برشلونة، الفيديوهات ما زالت توثق في اليوتيوب، خروج بكميات هائلة جدا جدا، والسواد الأعظم ديالهم كانوا من النساء، كانوا تيتقدموا المسيرة ديال برشلونة في مسيرة صمود اللي تبهروا بها بزاف ديال الأوروبيين. هذه فيما يخص التحريض. على أي، ما كنتش باغي نطول في هذا الفيديو، ولكن مزيان عيلة التوضيح باش ما يبقاش شي لبس. وأذكر قبل ما ننسى بأن حقوق النشر وحقوق التوزيع ديال هاد الفيديو هادي غير محفوظة إطلاقا. اللي بغى يتيليشارجيه ويعاود يابلوديه في اليوتيوب ديالو، او لا يبارطاجيه من هاد اليوتيوب، او اللي بغى يتيليشارجيه ويبارطاجيه في الواتساب، مزيان، ما كاين حتى شي مانع. الاساس هو ان هاد الشهاده هذه التاريخيه توصل لاغلب المغاربه باش يعرفوا بان راه في السجون المغربيه مشدودين الناس ابرياء، والمتهم الرئيسي ها هو ماثل امامكم. والسلطات في المغرب عندها كيفاش تنسق مع السلطات هنا لتسليم مجرم خطير متهم بالارهاب، متهم بنشر فيديو حماسي لكتائب الشهيد عز الدين القصام. هذا ما كان. ايوا كنتمنى
باش الأستاذ المحامي السي محمد أغناج ياخد الفحوى ديال هذا الفيديو هذا بكل جدية، لحقاش كاينه جوج ديال الاحتمالات. يا إما يتخاد هاد الكلام هذا بجدية، اللي أنا باغيه يتخاد بجدية، والملف ديال الرصد المغربي ياخد واحد الاتجاه آخر غير الاتجاه اللي مرسوم ليه سلفا، أو لا يتم التغاضي على هذا الفيديو هذا ويتم يعني يديروا عليه عين ميكا، ويبقاو الناس ابرياء مشدودين في الحباسات. والعقوبه العقوبه ديال الارهاب عندنا في المغرب قد تصل الى المؤبد، وقد تصل حتى الاعدام. فكنطلب من اي واحد في الجهاز القضائي في المغرب وفي هيئه المحامين انهم يكونوا قد المسؤوليه. بهذه المناسبه تنبغي نحيي بزاف كل المحاميين الشرفاء والشريفات اللي تطوعوا باش يدافعوا على المعتقلين السياسيين في الحراك المغربي في الريف. علاش؟ لحقاش هذه واحد الفرصه تاريخيه وباب محلول للتاريخ. اللي بغات يدخل ما كاين فيه لا بواب لا والو، اللي بغات يدخل. اي محامي دابا متطوع وتيخسر من جيبه باش يدافع على المعتقلين السياسيين في المغرب، الا واولادو ولاد ولادو والاحفاد ديال ولادو غادي يولوا يعتزوا ويفتخروا بان واحد من العائله ديالهم كان تيدافع على المعتقلين السياسيين في المغرب في 2017. هادشي ما كان. اذكر بان الله من وراء القصد وهو عليه السبيل، وذلك مصداقا لقوله تعالى في سوره النحل ايه 9: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.